النهارده هنعمل مع بعض صوابع زينب ونحضر الوصفة ونحفظها عشان خاطر رمضان، نعملها في رمضان خفيفة والسكر فيها على الشعرة. جربيها على طريقتي وانتي هتدعيلي. يلا بينا على طول نشوف عملنا صوابع زينب التحفة دي ازاي. يلا بينا. بصوا صوت القرمشة، والله العظيم تحفة. هتعمليها احلى من المحلات. يلا بينا على طول من غير ما اطول عليكم. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نسمي بسم الله. بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونسمي بسم الله عشان نعمل مع بعض صوابع زينب، محتاجين كوبايتين ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، ونص كوباية من دقيق السميد، وهنزل بالسميد على الدقيق. محتاجة نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وما تكتريش عشان لو كترتي الصوابع زينب هتفتح معاكي في الزيت. ومعلقة صغيرة مليانة من السكر، ربع معلقة صغيرة او يعني على طرف المعلقة كده من الملح. هقلب المكونات دي كلها مع بعض. بعد ما قلبت المكونات الجافة هحتاج نص كوباية من الزبدة عليها، يعني نص كوباية ميكس ما بين الزبدة والزيت، يعني النص زبدة وزيت او سمنة وزيت. تمام. انا حابة ان انا اعمله ميكس عشان الزيت يديني قرمشة. هبتدي اغلف الدقيق ده بالسوائل بتاعتنا اللي هي المادة الدهنية بتاعتنا. هبس الدقيق مع المادة الدهنية زي ما بنعمل الكعك بالظبط. ودلوقتي بعد ما غلفت الدقيق بالزبده والزيت، بصوا اتاكدت ان اتغلف كله تماما، بقى عامل زي حبيبات الرمل كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده ابتدي انزل عندي بالسوائل، هي عباره عن كوبايه وربع من الميه، بس الاول هنزل بكوبايه وهنزل بيها واحده واحده، وما نعجنش يا جماعه، نلم بس بالشكل ده. بص حبايب قلبي، احتاجت سوائل كوبايه من الميه ونزل منها ورجع منها معلقه. انت معاكي من كوبايه لكوبايه وربع. اهم حاجه هتحتاج معاكي 160 ملي من الميه. تمام. فانت بتنزلي بكوبايه الا ربع من الميه، بس ما تنزليش بيها مره واحده. تمام. تنزلي بيها واحده واحده. يبقى احتاجنا قد ايه سوائل من الميه؟ احتاجنا كوبايه الا معلقه من الميه. تمام. هسيبها بس 10 دقايق تريح معايا العجينة، مش هسيبها تخمر، هسيبها بس تريح. بص يا حبايب قلبي، الأداة اللي هنعمل عليها شكل صوابع زينب محتاجة اللي هي المبشرة دي، أو لو عندك الصفاية اللي هي بتكون استانلس. تمام. أي حاجة عندك تستخدميها. بقى للشربات بتاعنا، المفروض ان احنا بنعمله قبل ما بنبدأ في العجينة وبنسيبه يبرد تماما، لان الصوابع زينب بتحتاج شربات تقيل بارد. الشربات ده عملته مكوناته عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين من السكر عليهم كوباية وربع من المية، وبسيبهم يغلوا اول 5 دقايق، وبنزل عليهم بعصرة نص ليمونة، وبعد كده بهدي عليه النار لما يديني القوام التقيل. تمام. بعد كده بسيبه يبرد وببتدي استخدمه. ودي شكل العجينه بتاعتي بعد ما ارتاحت 10 دقايق. هبتدي اعملها اسطوانه كده وابتدي اقطعها. بتقطعيها بالحجم اللي انت حباه. تمام. بعد ما قطعتها بالشكل ده هبتدي اكورها كده، يعني اعملها زي الصوابع كده بالشكل ده. ودي شكل الكميه بتاعتي بعد ما صبعتها بالشكل اللي انت شايفاه ده. هجيب عندي المبشره بتاعتي، وهبتدي امشي عليها العجينه بتاعتي عشان تاخد شكل صوابع زينب بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي، دي شكل صوابع زينب بعد ما خدت الشكل. نعمل واحد تاني مع بعض، بنكورها تاني، نعملها. او حسيتيها انها كبيرة شوية بترجعي تلميها تاني وتلميها، مفيش مشاكل تاني بالشكل اللي انت شايفاه ده. مفيش مشكلة خالص اهي. بسم الله. بصي، ما تنسيش تغطي العجينة عشان ما تنشفش معاكي. حبايب قلبي، الحجم ده بيرجع ليكي انتي. تمام. انا بحبها الصابع طويل ورفيع، او بيبقى قصير وتخين زي ما انت شايفه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده راجع ليكي انتي. بص حبايب قلبي، الزيت لا يكون بارد ولا سخن خالص يخلي لي صوابع زينب من بره خدت لون ومن جوه نيه. تمام. هبتدي انزل العجينه بتاعتي في الزيت. بسم الله. هنبتدي نهدي عليها النار بعد ما نزلنا كميه الحلويات بتاعتنا.
بص حبايب قلبي، زي ما اتفقنا على نار متوسطة، واسيبها لما تدي لون، بداية اللون الاصفر، وابتدي اقلب فيها. قبل كده ما بقلبش. بص حبايبي الجمال، ما فتحتش معايا خالص، بتستوي براحتها عشان تطلع مقرمشه. ومحضره عندي مصفى وتحتها طبق عشان تصفي الزيت. تمام. ما تنسيش ان النكهه دي راجعه ليكي انتي. انا حطيت فانيليا بس الكاميرا ما صورتهاش. انت حابه تحطي محلب بودر او فانيليا او قرفه او اي حاجه مطحونه براحتك بتحطيها. اهم حاجه ما تستعجليش عليها في السوا عشان ما تطلعلكيش واخده اللون ومن جوه ني. دلوقتي بعد ما انا حسيت ان انا اقدر اقلبها، هقلبها بالراحه خالص عشان تاخد اللون من كل حته بالشكل اللي انت شايفاه ده. شكل صوابع الزينب بتاعتنا بعد ما خدت اللون اللي انت شايفاه الجميل ده على اقل درجه حراره وبراحتها خالص. تمام. هبتدي اطلعها. بعد ما بتطلعي الرصه الاولى بتسيبي الزيت تطفي عليه النار وتسيبيه يهدى شويه عشان ما يحرقلكيش صوابع زينب. هبتدي انزل الكميه الباقيه وانا طافيه النار. ده شكل الشربات بتاعنا بعد ما برد. حطيت له نقطتين من الفانيليا وقلبته بالشكل اللي انت شايفاه ده، بس عشان الكاميرا ما كانتش بتصور فانا بقول لك اهو عشان ما ينفعش احط تاني. تمام. بعد صوابع زينب ما برد، قصدي صفت الزيت اللي فيها، هنزلها كده في العسل بتاعنا بالشكل اللي انت شايفاه ده. دي شكل صوابع زينب بعد ما طلعت من القلي. خلصتها وبعد كده صفيتها من الزيت وحطيتها في السيرة التقيل. خطيرة يا جماعة، هشة وخطيرة من جوه بجد، تحفة. بصوا بصوا ناشفة ازاي، سامعة؟ خطيرة. جربيها على طريقتي وما تنسيناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وتبقى عملت لنا كومنت حلو منك يخلينا نكمل. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالهنا والشفا.